عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأعزاء في كل مكان داخل وخارج ربوع الوطن الحبيب. أهلا ومرحبا بكم في برنامج هلا شباب عبر قناة الحقيقة. ونحن نستضيف اليوم شاب له صولات وجولات، شاعر فز عرفته الميديا على نطاق واسع، استطاع أن يجمع ما بين الكلمة والسلاح. شاعرنا اليوم نحن في حضرة شاعر الكلمة، الشاعر الفز صلاح بوشارة. أهلا ومرحبا بك في قناة الحقيقة. أهلين، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على هذه الاستضافة السرة الجميلة التي جمعتني بك في هذا اليوم السعيد، وشكرا على المشاهد الطيب، والتحية والتقدير لجمهوري العزيز، فلكم مني خالص الشكر أجزله وأوفره. يقول الشاعر: إن جلست الرجال زونه فأجلس إليهم بالكمال مؤدبا، وأسمع حديثهم إذا هم نطقوا، وأجعل حديثك إن نطقت مهذبا. شكرا للمرة الثانية للاستضافة، وسأكون خفيف الظل عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم كثير. بداية، من هو صلاح بوشارة النجم الذي سطع عبر السوشيال ميديا ونال إعجاب الكثيرين؟ فصلاح بوشارة الاسم صلاح بوشارة، من مواليد نيالا وترحرحت في مدينة نيالا، ورجل محب ومريد للجاهزية. صلاح، بداياتك الشعرية؟ بداية الشعرية في العام بداية العام 2019، فدي موهبة أنا اكتشفتها في نفسي يعني، والحمد لله ربنا وفقني والآن بقيت شاعر. نعم. كتبت في شنو يا صلاح؟ في الحماس، في الغزل، في شنو كتبتها؟ كتبت شعرية يعني عديدة، كتبت في الحماس، كتبت في الغزل، كتبت في الرساء، يعني عدة أشعار كده كاتبة. يعني أبرز كتاباتك كانت عن شنو؟ الحماس والغزل. الاثنين. ممكن تقول لي عن الحماس، ممكن تقول لي عن الغزل كان عن شنو؟ فقلت في الحماس: الدعامة خاضوا العرك الكثير لهيبك، صدورنا فاتحة للموت بكل تراحيبك، يدابك يا السودان الكتير لنا عجيبك، بلاد المقرن والله ما بنسيبك، الهمشونا منك الكيزان والساسة، لبلادنا ما بنعرف أي حناسة، بنقدم أرواحنا رخيصة من دون حناسة، تبقى قلوبنا نظيفة وكلنا في السودان نتواسى، حالفين حليفا نحررك يا سوداننا الطيبة، ونرفع شعارات النصر وبنجيب النصر الحقيقي من دون خيبة، السودان يكون رزين لا شك لا ريبة، ونتمنى لكم كل سمح وتبقى قلوبنا طيبة، قسما بالعز نحررك الخرطوم، وبنقاتل فيك لحد صغيرك يحوم، ما عندنا سفيه بيرجع من الحرب ووشه يكون مبروم، وحتى صغيرنا في رايات النصر مفتوم، دير نمور الكر في القصر الرئاسي، قوة وشراسة دايما رافعين حماسي، وقت الكوع حمى ويتبادل الترباسي، تتمناهم لك يوم الفزع يبقى قاسي، كمان الأشرس من ديل فوق القيادة العامة، ديل نمور الكر ذخيرتهم سامة، شن لما الكلاب مع النمور الدامة، وكل اللي بحاولنا نفسه تصبح طامة، الشايل البصل ما ظن يعرف ويلات الحروب، فرقينا معاكم زي الراكب مع القروب، كم فارقنا حبيب قلبنا له مغلوب، من ربنا خلقنا قلبنا بالحديد مصبوب، كثير اللي حاولنا ورجع متهوب، والله لو يتخاذلنا نجيب العيب للعروب، بندقنا كلاش وشايلين الخزن في جعوب، والموت يوم واحد ومكتوب، نسبونا للنيجر وتشاتوا مالي، بلدي بلد الخير غيرك وين القى امالي، بلدي بلد العز فيك الغرب والشمال، فيك الطبائع عزينا والجبال والرمالي، عسكورنا فوق الدواس مغروم، ما جبنا الشين اللي بتخجل الحروم، ما خايفين إلا من اليوم المشؤوم، وإن شاء الله تمطر حصو الباقي خليه يقوم، نحن أصحاب الهمة السامية مكانها، ونحن فرسان البادية العارض فرسانها، نحن كيف أصحاب الكهف المذكورة في قرآنها، ونحن أصحاب المجالس الكبيرة ديوانها، الدولة المعلى شانك، لا شك الدعامة ديل فرسانك، نحررك من الكيزان وتزداد تحنانك، ليه يا بلد النيل وليتي أزمانك. أكيد في الغزل فيه. أبرز حاجة في الغزل؟ في الغزل كتبت في ستات الضفاير، فقلت شفتهن مرة انحداي، ستات الضفاير خم، وقلبي البدوك عداد وفقد الدم، وذهني الشرد سايقاه ريحا جم، من يوميت يا عدولي صوني صاحب نم، يا قلبي نيرانك من سنين ما انطفن، من هجران اللرايل الوقف وصفن، كل ما أطرى ناس متوب الفوق حشان اندستن، يقوم قلبي المات من قبيل ويتكفن، البان الواقفة قوامها فريع ومثالي، والخد الناير واللون المنقي والصدير العالي، والعين القاتلة والشام الساكنة في جوف الخاوي، خلني بهاتي مربوطا رفيق لحبالي، والله يا بنت الأصول الموت فيك مباحة، ويا مكزم الغزال الما خسرت رباحة، لو ما الشرع والوعد والسمعة اللي بقولوا سماحة، كان خطفت خط الصقر وترطبيك الساحة،
ماها شليقة رايقة ومشيها ذات رصانة، وخشيمها طلة القمر البهيل في سمانة، خجل وطيب وحنية وشعرك القبيل غرانة، متنا عديل من فرحك يوم سلامك جانا. زهور أجاد بمحطة الرياض في قعدتنا نبرق، وقفت قلوبنا وخلتنا ليها نشرق، مشيتها دغرية ورصانتها بتسرق، قبل أيام وقفت قوة واثنين متحرك. تمام، أكيد في كثير من الفنانين حاولوا إنه يتغنوا بنصوصك أو يترجموها لنصوص لغنى. والله أصلا أنا كتاباتي الشعرية ما بحب الحين فنان. ليه؟ بالواضح ما بحب. أكيد الشاعر صلاح عنده أوقات معينة للكتابة، يعني هل السفر بيزيد الرغبة في الكتابة، ولا هل وجودك في مناطق عامة، يعني مناطق موجود فيها ناس كثير، ولا بالصباح، ولا أكيد في أزمان معينة وفي أوقات وفي مساحات للكتابة؟ فأنا أكثر زمنية بحب أكتب فيه الشعر، يعني بكون متطرف من الناس، فأكثر زمن بحبه مثلا في أواخر الليل كده، أو تقول يعني في نص النهار، لكن بكون برايو كده عشان ألقى زمني وأحاول أكتب بمزاج كده. أكيد في قصيدة عذبتك كثيرا قبل ميلاد الأخير. فقصائد في كثيرة، قصائد معذباني برضو في الغزل. قلت صيد الخلق جفال المدفق الديس في كتيفه، زعلان وحارق العاشقين بنار كيفه، بتمنى أمشي ليه وأكون ضيفه، زي صيد البرار الضارب برودة هيفه، ولا زي شتلة الياسمين جوار البحر وقيفه، ولا زي بقى صيدة الخلا الصعب للناس توليفه، ولكن بعيدة من الأنيس كمان صعب للناس توصيفه. البت الحنينة ودلوعة، نظرتها حلوة وكلمتها مسموعة، كاوي العاشقين تركتهم ميتين بوجوعها، حير طبيعة الشعر وربوعها، قيس مات بسبب البنات كترا دموعها. الشاعر صلاح، هل من علاقة محتملة بين الجنون والإبداع؟ والله فالشعر ده ما عنده علاقة بالجنون، فأكثر الناس يعني بيتوقعوا الحاجة، الشاعر ده بيتوقعوه يعني مع الجنون وكده، لكن ما أظن، ما حاصل يعني. ما في جنون؟ ما في أي جنون يعني. القصائد دائما ما تكون عبارة عن رسائل مفتوحة، يعني أنت بترسل رسالتك لجمهور معين؟ والله في رسالتي دي أنا برسلها يعني لجمهور أصلا معين، مثل داير أوجهها للجاهزية، مثل داير أوجهها أنا مسافر، مثل مش دار عادي، يعني حاجة معينة أنا بكتبها وبتصل لي إن شاء الله. أكثر رسائلك اللي وصلت شنو؟ للنساء ولا للجاهزية ولا للحماس ولا كانت والله شنو؟ أكثر رسائلتي اللي وصلت كده للجاهزية، ومثل كتبت في أخي القائد عيسى بشارة، وكتبت في القائد العام محمد حمدان نقله، فكتبت كلام كثير. سمعنا شوي عنه. مسامعكم في القائد، فقلت البطل الهمام فيك رمزا للبطولة وشاح، يا بطل العز المكتمل للأفراح، النمر المرقد جسدك للأفراح، الماقل حميتي أصله ما بيرتاح، يا بطل الكل بقيت للسودان مفتاح، كملت البطولة يا مصباح الصراح، مأمورياتك مدورة فيها قتيل وجراح، اللي اتولد في الظلام لابد أن يشوف الصباح، الظاهر في دهرك يا ود الخير والسماح، باسمك الدعم السريع رفعت شانه، احترمك الكوس وقعد في مكانه، مبروك بالجد يا الاتحد أولاد زمانه، الماها تقطعرت وما خنت جارك، أنت يا سوار الليد المصموم من اختارك، حاش وكلا الما زعل منك جارك، يا تمساح الدميرة العايم في بحارك، نتمنى العمر الطويل يا رب يموت في مشوارك، بحكومتك الرافعة للرايات أنت بطل حقيقي ووسادة للغارات، نتمنى حكومتك لا من العربات بيجن كارات، مستواكم عالي يا أسود الغابات، ما خليتوا كوز قاعد في حاله وأي متربص شيلتوه مشواره، ده الخطر الحميم اللي ولعت ناره، والما واثق من نفسه خليه يقعد في داره، نحن معاركنا الصعبة وشيشة صعيبة، للدواس دايما صدورنا رحيبة، ملينا الدنيا صعوبة وشراسة، نحن رجالة كاملة قوة وفراسة، نحن الكرم حقنا ونحن لمتراسة أحذر غضبنا، نحن أولاد الملوك والساسة، نحن التمساح الحاجز جزايره، ما أظن إبقى أي زول دايره، ده تمن كبير للي بحقق مصايره، واللي ما بيقدر للدواس خليه مشت مسايره. طيب كيف بتتجلى الصور عند الكتابة؟ يعني لما أنت تكون بتكتب في مخيلتك بتتجلى الصور كيف بتتخيل؟ والله بتخيل يعني بتتخيل امرأة، بتتخيل مثلا حماس، بتخيل الأبطال اللي في الميادين ديل، ايوه
او اتخيل امراه مثلا داير اكتب شعر غزلي ممكن اسمعك له ذاتي. تمام. ف كنا نسمع. فعندي شعر فقلت نجمك سطع فوق علاه ضوى، خشيمك برك فوق النجيمات سوى، بيتأدب ما هالبنية مروى، شوف الحف العاشقين شين سوى، سودانية أصيلة من اسم فاطمة وحواء، من نسل الحور الجمال فيها لا حول، الأدب شايلاه جبر ولابساه تاج، من الأدب مخلوقة محترمة بدون إحراج، نغمة موسيقى حافظ للإخراج، اتملكت الكون أدب وحشمة من الأجداد، كل اللي عرف اسمها يتمنى يشول ذات، كلك رقة كلك إناقة يا شمس المزاد، مخلوقة من طنط الجمال يحبونك حتى النساء، زي المسك نفيسك كلك حياة، بيتأدب وذوق ما بتعرف الكبرياء، بيتنصب بالصالحين وأبرياء، أقول فيك كلام بدون تشكير، أبوك قايد نظارة وسلاطين وأمير، أصلا الأم والقاري ما لهم مقارنة تفسير، وحتى ربنا ما واساهم في التقدير. كثير يعني ما يصف المرأة على حس الهسي الوصف والغزل ده، يعني كثير من الشعراء وصفوا القصيدة بأنها يعني امرأة متكبرة خاينة للمواعيد المرتبة. لا خاطئ، الكلام ده ما صح. من أبرز كتاباتك أو اللي احنا تابعناها في السوشيال ميديا تقريبا كتبت عن الكيزان، مش كده؟ نعم، هي كتبت في كباشي وفي البرهان. يا كباشي البس ليك توب معاه الطرحة، يا حليلك خليت قلوب جيشك منجرحة، ما قلت حميتي راعي ما بيعرف اللي سرحة، اتحققت آمالنا كل قلوبنا منشرحة. برهان يا جبان حار دليلك، ما تكتر كلام القبال منجيلك، احذر شينتنا ان احنا ما من ابناء جيلك، لو كتر الدوس من شيلك مراحيلك. يعني سمعنا بعض المقاطع تقريبا نزلتها او نشرتها في السوشيال ميديا تقريبا عن واحد من الغادات، عن عيسى بشارة تقريبا، مش كده؟ نعم، كتبت في اخر الغاد عيسى بشارة وفي عدة غادات، لكن اسمعكم دي. فقلت عيسى بشارة يا سيد الفكر والراي، اخوي جمل الشيل والحداس ما سواي، اخوي كارب زندو وحارق خصوم عداي، اخوي القمر الفوق النجوم ضواي. عيسى بشارة كبير في مقامه كمان امير، ابشر بالخير يا بطل التحرير، صاحب الذوق ما بتعرف الكلام الكثير، غير النصر ما في لينا نصير، هو لينا ونحن له مصير، يا نصر يا شهادة من غير تفسير، يا نصر يا شهادة من غير تفسير. الشاعر صلاح تطرقنا لعدد من المحاور في أسئلتنا اليوم في برنامجنا هلا شباب. سألنا عن الغزل وعن الحماس، الرساء لم نتطرق له، هل لديك جانب في الرساء؟ نعم، عندي رفاقة يعني كاتب فيهم برضه رساء، فقلت يا سلام على الدنيا العبوسة، شايل رجال وخلت قلوبنا مهووسة، لكن الحروب من زمن الرسالة مكنوسة، حروبنا مع الأعداء صبحت مدروسة، الحروب شينا ما بترحم، كل يوم جايبة ندم، للأسف وقعوا الشباب وبدون انهدم، وين حمدان السوار وإبراهيم فيناوي وكزم، موتكم حار علوش وصالح كبروا وحسين، إخوة الطيبين خليتوا لين البدو شين، يا حليل دهرنا الولع بنزين، لكن الموت مصيره من زمن علي بالحسنين، لو الزمن عاد وصبح الوطن آمن ويكفت الحروب، وعلم سودان يرفرف في رياح وهبوب، وصبح الوطن آمن ويستغر في كل الدروب، مين برجع لنا الشهداء الماتوا في الحروب، يا حليل الرفاق الودعوا الدنيا وبقت أيامهم كملانة، فاقتهم كثير وفي قلبي ليهم خانة، صالح نيتش البسمة في وجهه لمعانا، ذو المواقف فيه صدق وأمانة. ففي قرين شطة ذاتها قلت يا دود الصنوبر الشابك الدائما في عدوه متهابك، حيرت الكون بالعربي الما متشابك، رزين في قولك يا زين الكلام الكابك. أكيد. في عدد من الرسائل اللي بتحب إنك توجهها يعني لمن ترسل؟ أولى الرسائل، أولى باغات الرسائل لمن؟ التحية لقواتنا الباسلة التي ظلت تجاهد وتكابر من أجل الوطن العزيز وكرامته فداء وتضحية لأجله، وأخص بالشكر قوات الدعم السريع التي ميزت نفسها من تلك القوات الأخرى بشراستها وشهامتها العالية. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ونحن سعيدين بحسن متابعتكم لنا في برنامج هلا شباب عبر قناة الحقيقة، وإلى اللقاء.